مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجنا في الصميم. النهارده هنتكلم عن المشهد في مصر والاوضاع اللي موجوده والمواطن المصري وازاي بنفكر، والحقيقه ده بيتم رصده من خلال طبعا الناس اللي بتتكلم في الشارع المصري، الناس اللي موجوده على مواقع السوشيال ميديا، حديث كتيره حول العديد من القضايا. ودايما بنقول ان احنا كلنا بقينا بنتكلم في كل الموضوعات وممكن نبدي اراء في كل الموضوعات بغض النظر عن ان احنا عارفينها ولا مش عارفينها. في عديد من المشاهد والقضايا الخاصه بالوطن بنلاقي ان الناس كلها بتتكلم، والناس كلها ممكن يعني تطلع فتاوي وتفتي وتقول وتتكلم بدون حتى ما يكون عندها خبره، مع ان ده ما كانش موجود في المجتمع المصري. يعني احنا كنا دايما لما بنعيا نروح لدكتور، لما يبقى في فتوى دينيه نروح لرجل الدين او الشيخ، لكن الحقيقه كل ده غاب في مجتمعنا دلوقتي وبقينا كلنا بنتكلم في كل حاجه. بس احنا متناسيين ان في مشهد حقيقي على ارض الواقع، عندنا انجاز بيتم على ارض الواقع، وعندنا مشروعات بتتم على ارض الواقع، وعندنا ناس بتشتغل بجد. بس يمكن كم المشكلات الكبيره، وان احنا كلنا بنبص على كم المشكلات بيخلينا ما احنا شايفين، او ان مهما اي انجاز بيحصل فهو انجاز صغير في وسط المشكلات اللي موجوده. عندنا وضع اقتصادي صعب، عندنا مشاكل في الارهاب، عندنا تحديات كتيره، عندنا حدود بقت صعبه دلوقتي ومناطق ملتهبه، عندنا مخاطر بتجيلنا من بره، عندنا جهات بتحاول تركيع مصر، عندنا يعني زي ما بنقول علاقاتنا الدولية بتختلف، لكن أكيد المشهد ووصول والحقيقة استقبالنا على مدار الأيام اللي فاتت لعدد كبير من رؤساء الدول، لعدد من الشخصيات الهامة، كل ده بيعكس شيء مهم. بس خلينا نقول إن المشهد الملاحظ واللي كل الناس اتكلمت عنه واللي بيحزن بقى أي مصري بجد هو إن ناس يبقوا مصريين وعلشان بيعارضوا نظام فهم بيتكلموا عن وطن، وهو ده الفرق. احنا اختفت عندنا المعايير. هو احنا بننتقد سياسات ولا عايزين نسقط دولة وبننتقد وطن بحاله؟ هو احنا بنستدعي الخارج وبنستقوى او بنستقوي بيه علشان ضد مين؟ وهو ده السؤال اللي احنا عايزين نسأله لنفسنا، لان الحقيقة اللي يعني اي وطن بيهدم هو بيهدم من الداخل في الاول. مهما كنا عندنا مشكلات بس كنا أقوياء محدش هيقدر يهزمنا، لكن لما بنبقى من جوانا الضعف هو جوانا والخيانة جوانا والتخوين جوانا وعدم الثقة بنفسنا، هو ده اللي ممكن يهدم الوطن بجد وممكن ان هو يأثر علينا. خلونا ناخد بالنا، ملناش مكان غيرها، ومفيش حد له مصلحة ان الوطن ده يضيع طالما كانت مصلحة شخصية. خلونا نولي المصالح العامة الأهمية.